السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نعمل كفتة داوود باشا ونحفظها في الفريزر منين ما نحتاج لها نلاقيها جاهزة، وتحطيها على طبيخ وتعمليها لوحدها بصلصة على مكرونة، أي طريقة أنت حباها بتقدميها بيها. بصوا ده معايا بصل مفروم ناعم والكفتة واللحمة المفرومة، بنقلب ده على ده يا جماعة. بصوا فضينا كام بصلاية كده على قد الكمية اللي أنت هتعمليها، والتوابل معانا ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشوية جوز الطيب، والإضافات اللي انت حباها حطيها. في حاجة عايزة تشيلها منها شيليها. وزي ما انتوا شايفين ده بنقلبها كويس في بعضها. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. يلا سمي قوم هاتي لحمة مفرومة واعملي كفتة داوود باشا بالشكل اللي انت شايفاه ده. تعمليها بقى ايه بالاحجام اللي انت حباها، لان انا بعملها على مكرونه على بطاطس لوحدها بصلصه، زي ما انت عاوزه تعمليها بالطريقه اللي انت حباها، وتاكليها بالشكل اللي انت برضو تحبيه. عايزه تحمريها كده بس ده برضو يرجع لك انت تاني. بصوا الجمال ده كده بقى. وعلى فكره ممكن تخزنيها بطريقتين في الفريزر، زي ما هي كده بنحفظها في الاطباق الفل وبنحطها في الفريزر، وممكن برضو بتديها صدمة على النار، بتبقى اسهل معاكي في السوى. يعني لو انت جايه راجعه من شغلك متاخره، بتعملي لها صدمه كده وبتخزنيها في الفريزر نص سوا، بترجعي بقى تعملي الصلصه وتحطيها فيها خلاص، او حابه تحطها في الصلصه بتدي برضو. آه، الوصفه مش هتعترض على حاجه. زي ما انتوا شايفين بصوا الجمال. انا عملت الكميه ديت من كيلو لحمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الاطباق دي حفظتها في التلاجة. عايزه تحط بينهم وبين بعض كده اي كيس بتاع تلاجة وتحط طبقه تانية ماشي. انا عملت شويه كده وعملت شويه برضو وريتكم لا اله الا انت سبحانك. عملت شويه في الطاسه كده، اديتهم صدمه وخزنت شويه كده وشويه كده. شايفين واجمل من كده. ده للستات طبعا اللي بيشتغلوا ما بيفضوش يجوا يا حبايبي، يجوا يعملوا اكل كل يوم، بتبقى بصراحه صعب. وانا عندي فرح بقى وعايزه اساعد نفسي عشان ما اجيش اقف على الاواخر كده وابقى مش قادره. بصوا ده انا هناخد شويه نفضيهم نحط الطاسة على النار أو وك اللي انت عايزة تعملي فيه، بس سخنيه بشوية زيت مش كتير خالص، علشان مش كتير خالص، معلقتين زيت، علشان ديت بيبقى فيها نسبة دهون هتنزل في الزيت. هنديها صدمة زي ما انت شايفة كده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. معلش بقى انا بحرك التليفون في ايدي كده معايا وانا بشتغل، بس فضيتها في علبة دي وحفظتها. بصوا هي صارت الزيت السمنة بتاع ده الدهنة اللي فيها نسبة دهون. لو انت بقى هتطبخي بسم الله ما شاء الله بقى بصلايه، وشيلي دي وروحي حاطه البصلايه في نفس الوك كده، وحاطه الصلصه عليه، ولا اجمل من كده. سهله وحلوه وخفيفه. ودي كفته داوود باشا، ده التفريز. في الاكل بقى ممكن نعملها بقى مع بعض تاني ان شاء الله، وما احلاها. بصوا انا في علبه كده بتاعت اي علبه بغطا، عايزه تسيبيها تبرد وتفرزيها في اكياس في اطباق فل اي حاجه. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.